الكبد الدهني أو الشحم في الكبدة يعتبر اليوم من أكثر أمراض الكبد انتشارا في العالم، وعبارة عن تراكم الشحم في الكبدة واللي على طول ينجم يقلق الكبدة ويعمل لها التهاب، وعلى مدى سنوات الالتهاب ينجم يتحول إلى تليف في الكبد أو شيع في الكبدة. علاج الشحم في الكبدة يعتمد أساسا على النظام الغذائي اللي فيه نقص السكريات والدهنيات غير الصحية، ونعوضها بالدهنيات الصحية اللي نلقاوها مثلا في زيت الزيتونة أو الفواكه الجافة. ثانيا لازم نمارسوا نشاط بدني بطريقة منتظمة اللي تخلي البدن يحرق الشحم الزايد وينقص في الميزان، لأن إذا كان نقصنا 10% في الميزان فإنه الشحم في الكبدة ينقص بطريقة ملحوظة. حاجة أخرى لازمنا نتجنبوا الحاجات اللي تقلق الكبدة، وخاصة شرب الكحول وبعض الأدوية اللي معروفة أنها هي مشبهة للكبد. الطبيب ينجم زادا يصف أدوية اللي هي تحمي الكبدة وتنجم تساهم في تنقيص الشحوم. حاجة أخرى الطبيب لازم يتبع المريض بتاعه، لأنه فما تحاليل وإيقاع الكبدة لازمها تتعمل بطريقة دورية باش كان لا قدر الله الحالة وصلت لتليف الكبد نفيقوا بها على بكري وما تصيرش مضاعفات. إن شاء الله لاباس للناس الكل.